يا أخي كأس الرابطة ده غريب جدا. تخيل بطولة النادي الأهلي أكبر نادي في أفريقيا وفي الشرق الأوسط يشارك فيها 3 مرات ويلعب فيها 8 ماتشات وما يقدرش يفوز في ال8 غير في ماتش واحد اللي هو النهاردة. يعني سنتين كده دخلنا وخرجنا من البطولة دي، مش هنقول بقى قدمنا أداء مشرف، احنا ما رحناش أصلا. هتقولي معلش، ما احنا برضو بنروح يعني بالإيه، بالقوام الاحتياطي وبفريق الشباب. اقول لك ده لعيبه ما جاتش، ده لعيبه ما جاتش. يعني لما تشوف احتياطي الفريق الكبير بتاعنا، والله لما تشوف الاساسي برضه تقول يعني احنا سبحان الله، احنا بناخد بطولات ازاي؟ يعني اللعيبه دي ازاي قادره تجيب بطولات لما يكون ده شكل اللعيبه الاحتياطي بتاعتهم؟ يعني تخيل كده لما يبقى عمر كمال ده المفروض ان هو يبقى الباك اليمين بتاعك، ولا محمد هاني هو الباك اليمين بتاعك، لما يبقى شكري وكوكا هما دول الباكات الشمال بتاعتك، لما يبقى مصطفى العش وبيكهام هما دول المفروض الدفاع بتاعك، لما تنزل كده في خط الوسط وتلاقي ان انت برضه كوكا واحمد رضا وطاهر محمد طاهر قدام. ايه الاسامي دي وايه اللعيبه دي؟ دي لعيبه ما جاتش. لما يبقى المهاجم الاساسي بتاعك محمد شريف وجراديشار، تحس ان فعلا المنظومه فيها حاجه غلط. تحس ان الكرة في مصر والنادي الاهلي الكرة فيه في الفترة الحالية فيها حاجة غلط، ويخليك دايما تقول فين الوكلاء وكشافين اللعيبة؟ احنا 120 مليون، احنا 120 مليون بني ادم. ال 120 مليون بني ادم دول ما فيهمش باك يمين ولا 2 باك يمين بما يرضي الله و2 باك شمال بما يرضي الله وجناحين، واحد يمين وواحد شمال ومدافع. يا عم مش هطمع اقول لك 2 مدافعين ومدافع ومهاجم. يا جماعة انتوا بتهزروا؟ مش عارف تكسب سيراميكا 1-0، يعني كسبان بالعافية 1-0 وهم أصلا خسرانين من طلائع الجيش. يعني هم الماتش اللي قبلك على طول الأسبوع اللي فات خسرانين من طلائع الجيش 2. أنت النادي الأهلي مش قادر تكسب غير جون؟ احنا بنهزر وبتتغلب من انبي. يعني أول ماتش بتتغلب من انبي وبعد كده بتكسب بالعافية بطلوع الروح 1-0 طلائع الجيش، والماتش الجاي قصدي النهارده بتكسب سيراميك كليوباترا، والماتش الجاي هتلعب طلائع الجيش اللي غلب سيراميكا 2 وانت عرفت تغلبهم 1 بالعافيه. طب احنا قطاع الناشئين بتاعنا ده الفلوس اللي بتتصرف عليه بتتصرف عليه ليه؟ واللعيبه الاحتياطي بتاعتنا دي بتاخد مرتبات على اساس ايه؟ شكل النادي الاهلي ليه يبقى كده؟ يعني انا على ما اعتقد ان انا لو جبت اي 11 اهلاوي بس بيلعبوا كوره وفت، يعني مش زي، يعني مش انا، لا، اللي هو الفئه الاصغر عمريا، وجبتهم ولبستهم تيشيرتات النادي الاهلي وقلت لهم يا جماعه انتوا النهارده هتلعبوا باسم النادي الاهلي في كاس الرابطه، والله العظيم هيكسبوا وهيبقى ادائهم احسن من كده. اصل انتوا بتعملوا ايه زياده يعني؟ او ايه اللي يميز عمر كمال عن اي واحد بيلعب كوره في ساحه شعبيه يعني، ولا في اي نادي درجه تانية ولا تالتة؟ ايه اللي يميز كوكا عن اي واحد بيلعب خط وسط ولا بيلعب باك شمال في اي حته في العالم؟ وتاني ليه احمد رمضان بيكهام اسمه بيكهام ليه يعني؟ يعني هو لا شبهه شكلا ولا طوله ولا ضحكته زيه ولا عنده شعر زيه ولا عنده اي مهاره من مهاراته في الكوره ولا لمسته ولا اي حاجه، والتاني كان بيلعب خط وسط وده مدافع. فليه بيكهام يعني؟ ليه؟ واحمد رضا لمسته حلوه، عنده كره حلوه، ايوه بعدين ما صالح جمعه كان عنده كره حلوه ولمسته حلوه وكل حاجه وما ينفعش في النادي الاهلي. وهكذا كل اللعيبه اللي موجوده سواء في قطاع الناشئين او في فريق الشباب او في البدلاء بتوع الاهلي ما ينفعوش. ده انت حتى لو طلعت للفريق الاول هتلاقي ان الفريق الاول كله ما ينفعش. يعني مين ياسين مرعي ومين ياسر ابراهيم ومين محمد هاني؟ احنا ما عندناش باك شمال احنا عندنا كوكا ومحمد شكري. ومين كوكا ومين محمد شكري؟ اليو ديانج ها، مروان عطيه ها، امام عاشور لعيب كويس، مش يعني ايه برضه عشان نبقى بندي الناس حقها. امام عاشور لعيب كويس، تريزيجيه لسه المكنه بادئه تطلع قماش قريب، زيزو لسه المكنه بادئه تطلع قماش قريب، بن شرقي لسه المكنه بادئه تطلع قماش قريب. وفين المهاجم؟ يعني انت عندك في الفرقه بتاعتك كلها كام واحد؟ خلينا نتكلم بحراس المرمى كمان. عندك شوبير وعندك سيحه، ادي كده 2. قدامهم في مروان عطيه ويا عم وديانج وامام عاشور، ادي كده ايه؟ 5. وعندك تريزيجيه وبن شرقي وزيزو،
8 لعيبه، 8 لعيبه. وما تقوليش محمد علي بن رمضان اللي بقى بكرش ده. يعني محمد علي بن رمضان انا مش شايف ان انا مستفيد منه اي استفاده، ولا ان هو ليه اي 30 لازمه. فسيبنا من محمد علي بن رمضان. انا عندي 8، 8 من اصل كام بقى المفروض بيلعبوا؟ من اصل 30 ولا 32 لاعب. تخيل يا مؤمن، من اصل 32 لاعب عندك 8 انت واثق فيهم، او 8 شايف ان هم كويسين، او 8 يليقوا للنادي الاهلي ومناسبين للنادي الاهلي ومناسبين لكرة النادي الاهلي ومناسبين للنادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا. 8 من 32 واحد في التشكيل الاساسي، او يعني في الفريق الاول، و32 واحد تانيين موجودين في فريق الشباب. يعني من 64 لاعب انا بشكر في 8. ايه الاسفاف ده؟ ده اسفاف والله، ده اسفاف وعبث. كسبنا والله سيراميكا كانت احسن، والله سيراميكا كانت اخطر. ولولا سيحة اللي حارس مرمى كويس، يعني بما اننا بنقطع في كل الصفقات اللي بتيجي والكلام ده، لا سيحة كويس، سيحة صفقة كويسة. لولا سيحة النهارده انت كنت هتشيل قبح، او كنت هتتعادل، او كنت هتتغلب. هو ما جاش برضو عليه هجمات خطره كتير، بس في كره هو مطلعها من على خط الجون برد فعل يعني عبقري. يعني رد فعله على الكره دي عبقري. يعني يا جماعه انا مش عارف احط مين على صوره الكفر بتاعت الفيديو. انت متخيل ان انا هعمل فيديو وحاطط صوره لياس ترب والطاهر محمد طاهر، ان دول كانوا احسن 2 موجودين؟ انت متخيل احنا وصلنا لفين؟ انت متخيل ان الماتش الجاي لو تعادلت مع، يعني لو تعادلت مع طلائع الجيش، هتبقى مستني تشوف سيراميكا هيعمل ايه مع، لا مش سيراميكا بقى، هتبقى مستني تشوف انبي هيعمل ايه مع سيراميكا؟ عشان انبي لو فاز هيصعد هو، يعني يصعد هو والطلايع وانت مش هتصعد. انتوا متخيلين احنا فين يا جماعه؟ انتوا متخيلين انتوا مودينا فين؟ اصل عادي يعني الاهلي ما هو بيشارك اوقات كتير في بطولات وديه يعني، وادائنا ما ينفعش يبقى كده. والله اعلم البطوله دي ما هي ممكن في اي يوم من الايام تبقى بطوله رسميه. فمش عارف، انا مش عارف بصراحه الوضع ايه. ومنتخب مصر اللي يعني واخد اللعيبه حاليا، نتمنى ليهم التوفيق وربنا يستر من الاصابات. يعني انا قلقان جدا من الاصابه بتاعت بن شرقي دي. يعني انا قلقان جدا 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 من اصابه بن شرقي. هو انا عايز اقول لكم على حاجه، بس انت تخيل ان انت المحترفين اللي بتدفع فيهم فلوس حاليا، بن شرقي اللي هو كويس بس مش 100%، وجراديشار واشرف داري واليو ديانج، ومين تاني الخامس، ومحمد علي بن رمضان. انت متخيل احنا فين؟ محمد علي بن رمضان اللي ما لعبش 3 4 ماتشات، اللي هو يعني ايه، هو لعيب كرة حلو بس يجيب مستواه، هو لعيب كرة حلو بس يخش في المود، هو لعيب كرة حلو بس نستنى عليه شويه. ايه يا رجاله، في ايه؟ مش كده، مش كده والله. ربنا يسترها علينا في اللي جاي، وانا مستني بصراحه ان انا اشوف الماتش الجاي، لان كده كوميديا. يعني لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. انت شاركت اول مره وكنت زي الزفت وقلنا ماشي الشباب، شاركت تاني مره وكنت زي الزفت، طب دي التالتة، دي التالتة. نادي زي النادي الاهلي مش عارف يصعد من دور المجموعات في بطوله فيها الفرق المكسحه بتاعت مصر كلها. احنا هنهزر؟ حاجه ما لا تليق بصراحه، وحاجه ما تصحش. يعني هي حاجه لا تليق وحاجه لا تصح. ولازم يبقى في موقف من اداره الكوره في النادي الاهلي، ولازم يبقى في موقف من الجماهير بتاعت النادي الاهلي. يا اما ما تخشوش البطوله دي بقى وندفع غرامات زي ما ندفع وخلاص وانتهينا بجمله، يعني بجمله الغرامات. عموما ربنا يوفق النادي الاهلي في اللي جاي، ويوفق منتخب مصر في كاس افريقيا. وان شاء الله الرجاله كده تبقى رجاله وتقدر ترجع لنا باذن الله بكاس الشعب المصري محتاج يفرح، ومحتاجين بطوله في الكوره، ومحتاجين نسترد السياده بتاعتنا على الكرة الأفريقية وعلى قارة أفريقيا، ونبقى نرجع تاني منتخب يحترم، نرجع تاني نبقى منتخب ليه ترتيب، نرجع تاني منتخب، أو مش هينفع بقى نرجع لأن احنا ما عملناش قبل كده، أو نبقى منتخب قادر يصعد من دور المجموعات ويوصل لدور الثمانية حتى. الطبيعي اللي يعني المفروض يليق مصر، ده اللي المفروض يليق بمصر ويليق بمنتخب مصر ويليق بشعب مصر، مش الإهانة اللي بتحصل لنا في كل بطولة. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وبختم كلامي زي ما بختمه دايما بالصلاة على اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والتسليم. وما تنسوش اهلنا
في لبنان وفي سوريا وفي فلسطين وفي السودان وفي العراق وفي اليمن من الدعاء بتاعكم. اللهم امين، واشوفكم على خير. السلام عليكم.